هلو، ايه الاخبار؟ ده حرفيا فيديو اللي مش عارفه الكام اللي اعمله، وفي الاخر برغي كتير قوي وما بنستفدش، يعني ما بنستفدش اي حاجه. بس يعني قررت اني احترم نفسي واكتر من اللي انا كاتباه عشان نوفر وقت وكده. عندي توبكس كتير قوي عايزه اتكلم فيها. اكتئاب بقى، ريل سيلف، وازاي نوصل لذاتنا الحقيقية او الاوثنتيك سيلف. هي حاجة بجد كلنا بنخبيها، كلنا بنتكسف منها ومش عايزين نظهرها عشان خايفين من ايه بقى مش مهم، بس احنا خايفين. في توبكس كتيرة قوي اعتقد اتكلم فيها الفترة اللي جاية كتير. وانا بدبس نفسي دلوقتي، يعني وانا بعمل كده دلوقتي عشان انا بدبس نفسي. تلاقوني بطلع بالطقم ده كتير عشان انا بحبه، وانا واحده تعشق المينيماليزم وبحارب الرأسمالية. طالما بحب الحاجه البسها مليون مره عادي، مشكله يعني. المهم ابطل رغي وابدا اشوف. النهارده عايزه اتكلم في كذا حاجه، بس يعني عنوانها هتكون اتعلمت من العلاج النفسي. بما اني بقالي سنه بروح لسايكاتريست، وبقالي 2 اعاني من الاكتئاب الحاد، باخد ادويه وحاجات بقى كده حلوه. بس يعني احنا زي الفل، احنا بقينا احسن الحمد لله. المهم تعالوا بقى ايه نشوف اتعلمت ايه من العلاج النفسي. اولا ان مفيش حد ولا حاجه هتغيرك غير نفسك. لا مليون دكتور ولا مليون دواء. الدواء هيساعد لان الموضوع فيه كلام علمي اكتر، مش انا اللي اتكلم فيه طبعا. في كلام علمي اكتر. احنا ما نقدرش عشان انا فتيت مع نفسي وقفت الدواء بهوايا وانا اللي شربته في الاخر كل ده. بس بيبقى فيه مشاكل، بيبقى فيه خلل في كمية المخ، بيبقى فيه حاجات كده، هي الدواء بيجي يظبطها وخلاص يعني. بس برضو ما تروحوش تاخدوا ادويه من دماغكم، يعني دي ما تعملوش كده. يعني مفيش حاجه هتغيرني الا لو انا قررت ان انا عايزه اتغير. الدكتور، الادويه، الناس، كل حاجه هي مجرد عوامل مساعده. هتوفر عليك اكتر، هترشدك اكتر، مش هتسيبك لوحدك في الطريق. بس من غير ما انت تكون واخد قرار مالوش 30 لازمه. اقعد في البيت مش هتستفاد حاجه. حرفيا هو قرار، هو بيبقى قرار من جواك ان انت انا عايز اتغير، انا عايزه اوقف الاذى. بتتعرض بقى لاذى معين، بتتعرض لحاجه انت شخصيا عندك حاجات. طول ما انت مش واخد اسمها ايه قرارك وزمام امورك في ان انت هتوقف الاذى ده، عمره ما يقف. لا دكتور، اصل محدش هيجي يحميك، فاهم؟ ولا يحمي مشاعرك. انت اللي لازم تست الباوندريز بتاعتك والحدود بتاعتك عشان تحمي نفسك. دور جوه نفسك الاول، بجد بجد. هو جوه هنا، هو اللي هيظبط كل حاجه. حاجات تانية هتساعد، زي ما بيقولوا ايه، كل الحاجات دي صفر على الشمال، وجودها حلو بس من غير الواحد ملهاش لازمه. نقطه بقى مهمه انا ما كنتش فاهماها، قعدت فتره كبيره قوي على ما استوعبها، علي يرضى يستوعبها. دايما اولا انا كنت بستخسر ان انا ابدا عشان كنت عارفه ان الموضوع هياخد جهد ووقت ومش عارف ايه وكده، فانا كنت مستخسره اللي هو دي سنين عمري، ده احنا في العشرينات، ده احنا المفروض دلوقتي نطير وجناحات ومش عارف ايه. هقف واضيع السنين دي ازاي؟ فانا استخسرت بنفسي، كان ممكن ابدا بدري كمان عن وقت ما بدات، بس كنت مستخسره، كنت عارفه اني هقع فما كنتش عايزه اقع. بس اكتشفت ان انا اصلا كنت بودي جهودي دي في اماكن غلط، فكان احساس صادم اكتر يعني. انا دايما كنت اللي هو بقعد اقول بصبر نفسي بان مسيري هيحصل حاجه، هي بقى دي السبتشايه اللي هتخلي الدنيا خلاص بقت فراشات. للاسف هي رحله مش وجهه،
وانك تتعافى 1,000,000 او انك عامة بقى تعيش حياة ما فيهاش مشاكل او ما فيهاش اي نوع من انواع التريجرز، حاجة تصحي عندك حاجة قديمة تقعد تعيط عليها، ما فيش الكلام ده. دايما هيحصل حاجة، بس احنا بنخفف من وطأة الحاجة دي. فبدل ما انت تجيلك تريجر تقعد قصاده شهر، هتقعد يوم. تبقى فاهم اصلا، هتبقى واعي ان هنا في حاجة غلط. فاولا هتتجنبها طول الوقت، هتحمي نفسك ان انت توصل لها، او هتعالجها لو هي ينفع تتعالج. بس الاساس واحد، ان مفيش لحظة سحرية هتطلع بقى بعدها انا كويس، انا مفيش كلام بيأذيني، انا مفيش حاجة بتأذيني، انا مفيش حاجة هتتريجر مي تاني. كل الكلام ده هبل. انا كنت فاكرة كده، كنت فاكرة ان انا بقى ايه، اول مثلا ما خلص سيشنز الدكتور وكده انا بقيت كويسه، يعني انا هبقى كويسه. انا لسه مخلصتش عامه، بس اللي هو ايه انا مستنيه اللي هو خلاص بقى اللحظه دي هقول انا بقيت كويسه، مفيش حاجه هتاذيني. لا، انت هتفضل تتاذي، مش هتفضل تتاذي بس، يعني هتفضل بتتعرض لحاجات، بس انت الريسبونس بتاعك هو اللي هيختلف. فبدل ما الحاجه دي كانت بتاذيك، تبقى فاهم ان المشكله مش فيك انت، المشكله في الشخص اللي قدامك اللي قاصد انه يأذيك بيها، او هو مش ما يعرفش، بس هي حاجه بتأذيك. فانت هتوقف وهتمنع ان حد يعرضك للحاجه دي. اتمنى تكونوا فاهمين، انا مش عارفه تفهموا ولا، بس ان شاء الله تكونوا فاهمين. احنا عباره عن بيت كبير حلو، متقسم طبقات. عشان البيت ده ما يتهدش على دماغ اللي جابتنا، لازم نرتبه صح، طبقات تبقى مترتبه صح. تمام. واني اهتم بالشكل الخارجي والكريزيه اللي بره، اللي هو لون الباب من بره. لما تيجي تفتح الباب كده هتلاقي معبد مهدود. مش ده الهدف. ما ينفعش يبقى شكلك حلو من بره واي هزه بتهزك من جوه، والبيت يتهد عليك، تقعد تبني من اول وجديد، بس انت بتبني غلط، فعمال بتتهز، هتقع على دماغك تاني. ابنوا البيت صح، حطوا الاساسيات صح، عشان اي هزه ما توقعكوش. حطوا المبادئ بتاعتكم انتوا، الحياه بتاعتكم انتوا. يعني حط نفسك انت اولا، وهنا مش بالانانيه بقى واللي هو انا ومن بعد الطوفان، مفيش الكلام ده، انت مش عايش لوحدك. بس اولا اتعامل مع نفسك ان هي حاجه مش انت، يعني انتوا حاجتين مش حاجه واحده. طول ما انت بتتعامل مع نفسك ان هي حاجه، فانت بتيجي عليها، فانت بتقعد تيجي عليها، فهي عمرها ما هتديك، مع ان هي بتديك على فكره. مع انك بره لو اتعاملت مع اي حد بنفس الطريقه دي، لو انت عمال بتيجي عليه هيجي وقت يقولك شكرا انا اسف انا مش هكمل. فتجيش تسال انا ليه ما مش قادر اعمل، ما انت مش بتديها، ما انت مش عايز تديها، مش عايز تستثمر فيها، مش عايز تديها حقها، مش عايز تريحها، مش عايز تعمل لها اي حاجه. ما تجيش تحاسبها بعد كده تقول لها انت ليه مش قادره تديني دلوقتي، انت اللي هلكتها. ولو انها هي اكتر حاجه صبرت عليك على فكره. حدودك، مشاعرك، التعبير عنهم، دي حريتك، مساحتك الخاصه. واللي ما يحترمهاش يبقى هو اللي قليل الادب مش انت. It's never too late انك تقرر تغير حياتك. لو هتعيش يوم واحد بس وانت مشاعرك حقيقيه بتاعتك، ب20 سنه قاعد بس بتمثل في التمثيليه الكبيره اللي احنا عايشينها، مجرد انك خايف من التغيير او من الناس او من الناس او من الناس او من الناس. ف دوروا على نفسكم خافوا على نفسكم يا جماعه، خافوا على نفسكم.